السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الأوفياء، مرحبا بكم في قناتكم، قناة مطبخ كيما وكوثر. كنتمنى تكونوا كاملين بأحسن الأحوال يا ربي. وكيف كتشوفوا اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الطويجين ديال الحوت كيجي لذيذ بزاف، واحد الهبيرات ما شاء الله كيجي كيحمق وبواحد الشرموله ديز هالكلام. بطبيعة الحال غنديروا معاه الخضيره. تبعوا الفيديو الأخير باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير بالتفصيل. هنا بالنسبة للمقادير واضحة، عندي بطاطا مقطعة دواور، وعندي هنايا القزبر والمعدنوس، عندي زريعة القزبر مطحونة، شوية ديال التحميرة والخرق من البلدي، شوية ديال الكمون، شوية ديال البزار وشوية الملحة اللي بغات تستغنى على البزار ممكن. عندي هنا شوية ديال زيت الزيتون، وعندي هنايا الحوت. بالنسبة للحوت عندي هنا الحوت ديال الاناناس، ممكن ديروا اي حوت، ممكن ديروه يعني ممكن تستعمل في الطاجين ديروه. وعندي هنايا الفلفله الوان مقطعه دواور والحامض، وواحد الخمسة الفصوص ديال الثومه ومطيشه مقطعه دواور. وايضا عندي العويدات ديال المعدنوس. بالنسبه للعويدات ديال المعدنوس غادي نديرهم هنايا لتحت في الطاجين باش ما كيتحرقش لي هذاك الخضيره اللي غادي ندير. الا عندكم حتى العويده ديال القزبر حتى هما ديروهم عادي مزيان، وغيطلقوا واحد النكهه اللي لذيذه في الخضر. صافي كيف قلت لكم ممكن نفرشهم هكا هنايا في واحد الطويجين لتحت. عاد باش كندوز نفرش البطاطا. بالنسبه للبطاطا قطعتها، يعني قشرتها وقطعتها هكا دواور، واحد القطع يعني هذوك الدوائر ما يكونوش سميكين، يعني يكونوا دوائر اللي هي رفيعه باش هكا كطيب مزيان. وصافي وكنستفها هنايا. بالنسبه للكميه كتبقى على حسب الذوق. كيف شفتوا انا درت واحد الكميه اللي كبيره، وصافي وغادي نستف هاد البطاطا ديالي كامله هنايا بهذا الشكل هذا. عاد باش غادي ندوز نكمل باقي المكونات. هنا كنحاول نقاد هذيك البطاطا من الفوق هكا باش كتولي كطبقه، وغادي ندوز نوجد الشرموله اللي غادي نشرمل فيها هذوك الحوتات، واللي غتكون الشرموله ديال هاد الطويجين. واول حاجه كندير في واحد الاناء شويه ديال المليحه اللي كتبقى على حسب الذوق. كنزيد عليهم الكمون، بطبيعه الحال كثروا شويه الكمون، راكم عارفين الحوت كيبغي الكمون. وعندي هنايا شويه ديال البزار وشويه ديال القزبر مطحون، بطبيعه الحال حتى هو كيجي لذيذ بزاف هاد الشرموله. وهنايا كيف قلت لكم عندي شويه ديال التحميره مع شويه ديال الخرقوم البلدي. وصافي هنا غادي ندوز نحك اولا غادي نقاد يعني هاد الثومات. بالنسبه للكميه درت هنايا 3 ديال الثومات، غادي ندوزهم في هاد الاله هادي بحال هكا. يعني غادي نطحنوهم، نتوما تقدروا تطحنوهم يعني تحكوهم في الحكاكه الرقيقه بطبيعه الحال. غادي نزيدهم كيف قلت لكم هنايا الشرموله، وغادي نزيد عليهم هنايا واحد ما بين نص كاس حتى الكاس الا ربع ديال زيت الزيتون. مهم الكميه بطبيعه الحال الا كنتو درتو الحوت يعني اولا الطاجين قل من الكميه اللي درت، راه غادي تنقصوا في كاع الكميات، يعني في كاع المواد، يعني كاع المكونات اللي درت هنايا ما غاديش ديروا نفس الكميه اللي درت انايا. انا البنات كيف شفتوا درت واحد عصير نصف حامضه، زدتو هنايا لهاد العطريه. وغادي نزيد هنايا تقريبا عندي واحد 6 معالق كبار مخلطين ما بين القزبر والمعدنوس، بطبيعه الحال مقطع رقيق على هاد الشكل هذا. وعندي هنايا كاس ديال الماء. في الاول غادي ندير غير كاس الا ربع، من بعد عاد باش غادي نحتاج هذاك ربع كاس ديال الماء. ممكن تخويوه كامل دقه وحده في الاول ماشي مشكل. وصافي وهنا غادي نحاول انني نخلط مزيان هاد الشرموله بحال هكا حتى كيمتزجوا هاد المكونات كاملين مع بعضهم. وهنا البنات غناخد هاد الحوت هذا وغادي ندير ليه هكا بحال هكا، غادي نفلحهم بالموس. غندير لهم جوج ديال الفليحات من جوج ديال الجوانب بزوج. وغادي نكمل الكميه كامله غندير لها بحال هكا. كيف قلت لكم هنا بالنسبه لهاد النوع ديال هاد الحوت هذا الاناناس، تقدروا ديروا الشرغو اولا اي نوع ممكن يجي في الطاجين، يعني اللي تشهيتوه نتوما وشفتوه ممكن يجي في الطاجين غادي ديروا ليه نفس القضيه. وغادي هنايا نحاول انني ندخل هذيك الشرموله مزيان ديال الربيع والعطريه، وهذيك الثومه كندخلها مزيان مزيان في هذوك الفليحات ديال الحوت على هذا الشكل هذا، باش هكا هذا الحوت كيجي لذيذ بزاف. الا بغيتو ممكن ما تفلحوش الحوتات ديالكم، غير هو ملي كتفلحوهم بحال هكا هذيك العطريه راه كتدخل لداخل، والصراحه راه كيجي لذيذ بزاف، يعني كيجي هذاك الحوت من السم حتى من الداخل ما كيجيش باسل من الداخل. وصافي هنايا غادي نكمل بهاد الطريقه هذه.
يعني غادي نفلح الحوتات كاملين، يعني الكميه كامله اللي عندي، وغادي ندوزها هنايا في هاد الشرموله. هنا البنات غادي نمشي للطويجين ديالي. كيف شفتوا البطاطا كنا قادينها في الاول، وغادي ناخذ هاد الحوتات هادو وغادي نستفهم هنايا من الفوق. بطبيعه الحال نستفهم بالطريقه اللي بغيت. وايضا كمعلومه اضافيه، الا ما بغيتوش ديروا هادشي في الطاجين ممكن ديروه في شي لاطه وتدخلوه للفران، يعني غديروا غير في واحد الويطه وغادي ديروا نفس المراحل اللي درنا في هكا في الطاجين، غادي ديروهم في هذيك اللاطه اللي بغيتو نتوما. يعني كتفرشوا العويدات ديال المعدنوس وكتزيدوا البطاطا والحوت يعني وباقي الخضر. هنا البنات غناخذ جوج ديال الفصيصات ديال الثومه، وكل واحد كنقسمو بحال هكا على 4 بهذا الشكل هذا. وغادي نضيفوا الطويجين ديالنا. كيف كتعرفوا الطاجين ديال الحوت اولا الحوت بصفه عامه كيحتاج بزاف للربيع والكمون والثومه. هاد المكونات هادو ضروريين في الحوت. وهنايا عندي شويه ديال المطيشه، تقريبا عندي حبه ديال المطيشه مقشره بطبيعه الحال ومقطعه دواور، وغادي نضيفها هنايا للطاجين حتى هي كتضيف واحد التعليكه زوينه للمرق ديال الطويجين ديالنا. وغادي نستفها بحال هكا بهذا الشكل هذا. غادي نحط شويه من تحت الحوت وشويه غادي نديرو من فوقها. بالنسبه للفلفله البنات غديروا يعني حتى هي غديروا الكميه اللي بغيتو. هو الفلفله ماشي للتزيين وانما للمذاق، حيت كتواتى بزاف مع الطاجين ديال الحوت. وغادي نستفها حتى هي بحال هكا شي من التحت وشي من الفوق. وغندير الكميه يعني اللي غادي نشوفها انها مسلكاني، وغادي نكمل بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكمل. هنا البنات بعد ما كملت ضروري ما كناخذ يعني هاد الشرموله اللي كتبقى لي هنا في هاد الاناء، راه هي المريقه ديال هاد الطويجين هذا. ما غاديش نضيعوها وانما غادي ناخذها بواحد المعلقه بحال هكا وغادي نبدا نضيفها هنايا من الفوق ديال الحوت بهذا الشكل. يعني من الفوق ديال الحوت راه هاديك العطريه وهاد الشرموله كامله غادي توصل للبطاطا، حيت اصلا الحوت يعني محطوط فوق البطاطا فوق البطاطا، يعني راه حتى البطاطا غادي تشرمل وغتجي بنينه ما عندكمناش تخافوا. هنا غنزيد هذاك 4 كاس ديال الماء اللي كنت خليت في الاول من اصل ديال الكاس ديال الماء. صافي هذا هو يعني غادي يكون المريقه ديال الطويجين ديالنا، وغادي نسد عليه وغادي نخليه يطيب على خاطرو. انا راه نقصت ليه العافيه مزيان وخليته طاب على خاطرو. هانتوما البنات هنايا بعد ما شفتو قرب يطيب ما بقى ليه والو يطيب، غادي ندوز نزيد ليه هذا المكون او هاد جوج مكونات الرئيسيه في الطويجين. وهنايا عندي الحامض مصير قطعته بحال هكا طرونشيات يعني قطع بحال هكا. وغادي نضيف الزيتون الاحمر بحال هكا اللي كيتواتى مع الطويجين. بطبيعه الحال غسلته من قبل باش ما كيطلقش هي الحموضيه في الطاجين. وصافي كنعاود نسد على الطاجين ديالي حتى كيكمل الطياب ديالو وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين ديالنا. هذا يعني هو الشكل ديالو بعد ما طاب. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيف كيجي لذيذ ومعلك. صراحه المريقه ديالو كتجي يا سلام. المذاق ديالو صراحه كيجي رائع، وريحته صراحه كتجي عاطيه منين ومنين. صراحه كيجي واحد الطويجين اللي لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوه. هنا شوفوا غادي ضروري يعني كما عودكم ديما ضروري غادي نوريكم هذا الحوت. شوفوا تبارك الله كيف كيجي، راه كيجي طايب. يعني غنخليه يطيب على خاطرو، ومره كنبقى نقلبو ملي كيبان ليا هذاك الحوت طاب صافي راه كنطفي عليه. صافي البنات هذا كيف قلت لكم الشكل النهائي ديالو كيجي لذيذ بزاف وفيه ما يتكل. يعني مع هذوك الخضيره كندوزو بديك الخضيره صراحه كيجي كيحمق. كنتمنى انه الا جربتوه تردوا عليا في التعاليق وتقولوا لي الراي ديالكم. وإلا كانت اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنساش لايك وابوني باش هكا ديما يوصلك كل جديد. والى الفيديو القادم ان شاء الله مع وصفه جديده.